السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده معانا أكلة جميلة شتوية حلوة خالص. معانا طبعا قرنبيطة زي ما انتوا شايفين كده. البعض بيحبها والبعض التاني لأ، بس بالطريقة دي هتحبوها، يبقى طعمها جميل جدا. بس عن تجربة جربوها. طريقتها يعني ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة. معانا في كده في كل الخطوات. طبعا عندنا على النار حلة فيها مية عشان خاطر نسلق القرنبيطة بتاعتنا نص سلقة. طبعا المية اللي على النار ديت بنحط فيها معلقة كمون، عشان خاطر ايه الروائح والغازات اللي بتطلع من القرنبيط يعني بتشيلها، يعني هي معلقة الكمون. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا القرنبيطة بتاعتنا على قد القطعة اللي احنا عايزينها. ما تكونش كبيرة قوي. طبعا القطعة الصغيرة ديت بقى، القطعة الكبيرة دي بعد ما بتتسلق بقطع منها طبعا جزء تاني، عشان خاطر ما بحبهاش كبيرة، عشان تبقى حلوة معايا وانا بقليها يعني. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ ننزل القرنبيط بتاعنا في المية المغلية اللي على النار ديت. هنسويه بالظبط 3/4 سوا، اللي هو هيكمل التسوية بتاعته في الزيت مع الخلطة. زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا ما عملتهاش كلها عشان كانت كبيرة عليا يعني، حجمها كان كبير، فانا عملت نصها هنا، ما عملتهاش كلها. اللي هو عندي يعني من ولادي الناس بتحبها وناس ما بيحبهاش، فاللي عملت نصها وعملت جنبها أكلة تانية. هنا طبعا الخليط بتاعنا اللي احنا هنعمله القرنبيطة بتاعتنا، هنعوز بيضتين على حسب الكمية اللي موجودة عندك. ممكن تزودي زي ما انت عايزة. انا هنا عملت بيضتين على قد النص اللي معايا، نص القرنبيطة. طبعا الطبق ده فيه فلفل اسمر، كمون، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، شطة بسيط خالص لو عايزاها سبايسي يعني، لكن انا عايزاها ايه يعني حاجة بسيطة كده. معانا طبعا هنحط الخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، بقدونس وكزبرة. ما بحطش شبت، انا بحط كزبرة وبقدونس بس على الخلطة بتاعتي، ما بحبش اكتر من كده. هنا دي كوباية لبن ضفناها عليها، وهنضيف معلقة نشا. معلقة نشا هنضيفها عليها برضو. المعلقة النشا بتدي قوام حلو للخليط دوت. ومعانا طبعا الحاجة اللي انا نسيتها وحطيتها معاكم تاني، معلقة بيكنج باودر كنت ناسيها. هنا حطيت معلقتين النشا همت. طبعا الدقيق معانا دي كوباية موجودة معايا هيت، بس لو حبيت بزود على حسب الخليط اللي انت عايزاه. بس اهم حاجة ما تبقاش سايلة جامد ولا ماسكة جامد، اللي هو قوامها لازم يبقى مظبوط عشان تمسك في ايه، آه، في القرنبيط معايا وانا بقليه يعني. كده قوامها جميل جدا ما شاء الله، ولا محتاج لبن ولا محتاج دقيق ولا محتاج اي حاجة. هنبدأ طبعا. انا معايا حلة كده على النار فيها زيت، لازم الزيت يبقى غزير كتير عشان ابدا احط في القرنبيط، وتاخد معايا بقى ايه، تبقى متحمره كده وجميله من كل الاجزاء. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو في قطعه معاكي كبيره، انتي بتقطعيها بالسكينه على قد الحجم اللي انتي حباه. زي ما انتوا شايفين كده العجين ما شاء الله جميل معايا وقوامه حلو خالص. والزيت بتاعي سخن، ضروري يبقى غزير عشان خاطر ايه، يعني تاخد معايا التحميره مره واحده. هنا يا جماعه لو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت لايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد مني. يا رب يكون المحتوى بتاعي عاجبكم. حاجة احنا بنحب نفيد بعض يعني، احنا كلنا شاطرين وشاطرين في بيوتنا وما شاء الله يعني، كل واحدة حلوة في بيتها ونضيفة في بيتها، بس احنا بنفيد بعض يعني. ممكن معلومة عندك تفيدني، انا معلومة عندي تفيدك، بنستفاد من بعضنا يعني. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، هي رمت معايا كمية كبيرة جدا. النص اللي انا اخدته دوت رمى معايا يعني ما شاء الله، كمية حلوة يعني.
كان طلع معايا ما شاء الله يعني مقرمش وجميل خالص. هنا دي حلفة ما تتحرك من مكانها، عمالة احاول اقلب فيها حلفة ما تتقلب. هو هنا الفيديو بتاعي بسيط، ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات، حاجة كده قصيرة ما بحبش اطول. يعني هو المختصر، يعني ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات يعني. وفيديو طبعا اتفرجوا معايا للاخر وانتوا هتشوفوا الشكل النهائي. ابص جميل، بوريكم شكله، بقولك جميل ما شاء الله عليه، مقرمش وحلو خالص، ولا طري ولا اي حاجه، وفضل معايا لحد الاخر. يعني لما قعد معايا لحد بالليل كمان ما شاء الله كان مقرمش وجميل، يعني اللي هو ما طريش معايا يعني. ده شكل الاكل بتاعنا النهارده. يا ريت اكون افدتكم، ولايك واشتراك للقناه. ده شكل الاكل بتاعنا النهارده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.